اهلا اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلوكم كل جديد بقدمه. اول لانش بوكس عامله هو ستيل بادئ مدرسه، يعني حضانه بقاله كام يوم. بس انا طلعت من فرح اختي تعبانه جدا جدا جدا، فما كنتش بعمله. كان بابا بيعمل له يعني اي سندوتشات وكده، وهو يعني اللي كان يعني واخد مسؤوليته اليومين دول، لان انا حرفيا ما كنتش بتحرك نهائي، و يعني كنت تعبانه قوي قوي، وما زلت يعني، بس الحمد لله اتحسنت كتير عن الاول. فقلت خلاص بقى اقوم اعمل له لانش بوكس. فقطعت له كده حبه خيار. انا بعمله بحيث ان هو يعني يبقى قدامه كذا اوبشن ان هو ياكل، لان انا عندي سنين اكلته ضعيفه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يعني ما بياكلش خالص. يعني ممكن يعني يروح ويجي هو نفس حطت ايدي انا ممكن ما يبصش عليه حتى. بس انا بديله بحيث ان هو ممكن يتشجع مثلا من الاطفال اللي معاه او كده فياكل. آم، ف فبصراحة عشان كده بديله يعني كذا حاجة. المهم بقى حطيت هنا كده الخيار. انا المفروض كنت حطيت فاكهة في العلبة دي، بس انا مكانش عندي. حطيت له في العلبة دي خيار، وحطيت في الجنب التاني هتشوفوا دلوقتي، بس كان المفروض العكس، بس انا يعني تاهت مني. المفروض ما كنتش عملت كده. هنا بقى كان عندي سندوتشات كده كنت عاملاها بعيش سوري، فحطيت له قطعتين كده، وواحد مقسوم نصين. حطيت له هنا واحدتين البيتي فور. المفروض بقى كنت حطيت البيتي فور في العلبة والخيار في الجنب اللي هو المفتوح ده. بس هو اخد عصير ومية وخلاص، مش اكتر من كده. بس زي ما بقولكم هو كده كده اكلته ضعيفة. انا عارفة ان هو يجيبه. هنا بقى اسمها ايه، الزمزمية، او بتسموها ايه، البوتل. معلش مش مهم. من ساعة ما غيرنا اسم الحاجات والحاجات بقت اوفر قوي قوي قوي، و... والموضوع بقى زاد عن حد قوي. يعني مش عارفة، انا بشوف فيديوهات للامهات وكده. طبعا اللي مدخلين ولادهم مثلا مدارس بقى انترناشونال وكده، آه، بعيد بقى عن المدرسة، مش بتكلم عن المدرسة او كده، بس الحاجات اللي جايبينها مبالغ فيها بطريقة يعني فوق الاوفر يعني مش عارفة يعني حتى ولو دخل الكلية مش هيحتاج الحاجات دي. ف يعني طلبات غريبة جدا واوفر جدا. يعني بصراحة موضوع غريب، انا عن نفسي بشوف الفيديوهات دي وبستغرب اللي هو ليه كل ده. يعني مش فاهمة، موضوع وسع زيادة عن اللزوم. المهم والحاجات برضو السنة دي الأسعار بتاع الشنط والحاجات دي برضو كانت أسعار رهيبة رهيبة بجد. فالله يعين كل واحد على شيلته، وربنا يا رب يرزق كلنا، يعني كل بني آدم يرزق رزق حلال لولاده. دي أكتر دعوة الواحد بيدعي الفترة دي، إن ربنا يرزقنا الحلال بس، يعني ويغنينا ويفضل كده ساترها معانا. المهم بقى روقت زي ما انتوا شفتوا كده، الدنيا كانت بايظه بالانتريه كده. انا بصراحه كنت ناويه اعمل بقى تنظيف في الشتاء قبل ما يعني عشان البيت يبقى نضيف اكتر وكده. قلت هشيل بقى واحط واعمل ايه، جيت تعبت. يعني انا يعني ممكن تبقى ملاحظين صوتي، اول مره في حياتي اتعب يعني بالطريقه دي من بعد
يعني حمل في مراد. انا في مراد طبعا كنت تعبانه، كنتش بفوق اصلا، فتعبت بطريقه فظيعه فظيعه، يعني بمعنى فظيعه. المهم هنا بقى تبلت الشاورما وقلت هناكل شاورما سوري. تبلتها بزبادي وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات فراخ وبابريكا، وحطيت عليها ليمون. مش عارفه حطيت خل ولا لا، تصدق مش عارفه، بس عادي انا اوقات بحط خل. وقلبت كل الكلام وملح، وقلبت كل الكلام ده مع بعض وسبتها في التلاجة. يعني هنا كانت متسابة بقالها حبة حلوين، يعني ساعة ساعتين. عايزة تتبليها قبلها بيوم يفضل طبعا يكون احسن. وسبتها وقلت بقى هعمل شاورما. جبت هنا بقى خيار مخلل، كان حلو قوي. تقريبا حبة كده عاملين مش عارفة 15 جنيه او حاجة زي كده، بس هو مش متقطع يعني. فقطعته كده اللي هو بالطول شوية، عشان يبقى في الساندوتش، يعني مش كبير قوي كده. السندوتشات دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بجد. يعني انا في طبيعتي بحب اعمل سندوتشات قوي قوي. تحتها بقى زي ما انتم شايفين صغنن كده. انا ما بقتش اشتري بصراحه الشاورما من بره، الا اذا لو مثلا خارجين او كده، انا كنت مدمنه الشاورما السوري من بره. بس بصراحه من بعد ما عملتها في البيت، انا مش عارفه بقيت بحبها في البيت اكتر، وبقيت بحس بتاع بره فيها زفاره. مش عارفه السبب بصراحه، انا مش عارفه السبب. المهم حطيت الشاورما كده تستوي، يعني طبعا ما بتحطلهاش بصل وحاجات من دي. وده العيش بقى بتاع الشاورما كان طازه وتحفه، تحفه بجد. قلت بقى عمال ما الشاورما تستوي، وكنت عامله التوميه انا عملتها معاكم يعني كذا مره قبل كده. بصوا انا حطيت كوبايه ميه وعليها معلقه نشا كبيره، وقلبتها على البارد. بعد كده رفعتها على النار، وبعدين سبتها لحد ما قوامها بقى كريمي كده، وبعدين ركنتها سبتها تبرد خالص خالص خالص. بتبقى عامله زي الجيلي كده وهي بارده. لازم تبرد نهائي، لان انا عملتها قبل كده غير ما يبرد بتبقى سايله قوي. فالمهم بعد ما بتبرد بتحطيها في الخلاط، وتحطي عليها كام فص ثوم كده على حسب انت بتحبي الثوم فيها قد ايه، وبتحطي علبه زبادي وليمونه، وبتضربيها، وبتحطي ربع كوبايه زيت تدريجيا وهي بتضرب في الخلاط. تبقى بجد والله تحفه. تحطي طبعا الملح ما تنساهوش، حلو قوي. المهم انا بقى هعمل هبتدي اعمل السندوتشات. شايفين قوامها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم دي كمان من احلى المرات اللي عملت برضه فيها توميه، كانت خطيره بجد. وهحط بقى كده الخيار المخلل. لو بقى عامله جنبها بطاطس محمره، بتحطي برضه في السندوتشات بطاطس محمره، بتبقى حلوه جدا ومشبعه كمان. هنا هبتدي احط الشاورما، ما تكتريش قوي الفراخ عشان ما تتقطعش معاكي، لان هي ممكن تتقطع معاكي. شايفين الحته اللي اتقطعت مني دي؟ بس انا ظبطتها يعني. فما تكتريش الفراخ قوي. وبس هنا بقى دي شكل السندوتشات بتاعتنا. الفيديو بتاع النهارده كان بسيط، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناه لو لسه